السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجالة تالتة ثانوي، اخباركم ايه؟ خلاص فاضل ايام قليلة جدا ان شاء الله ونخش نمتحن على خير. بص بقى، انا جاي اقول لك المفروض في شوية حاجات تعملها الفترة دي علشان ان شاء الله تفيدك قبل ما تخش الامتحانات. اول نصيحه انا حابب اقولها لك، حاول بقدر المستطاع ان انت تقلل عدد ساعات نومك. يعني لو انت بتنام 7 8 ساعات، خلاص بقى حان وقت ان انت تنام 6 ساعات 5 ساعات. فواحد يرد عليا يقول لي يا مستر بنام 3 ساعات، اقول له بصراحه مش عارف انت بتعملها ازاي دي، بس هي 5 6 ساعات زي الفل. المهم يا سيدي ان انت تحاول تقلل عدد ساعات يومك وتزود عدد ساعات مذاكرتك. هتقول لي يا مستر علشان احفز نفسي اعمل ايه؟ اجيب ورقه وقلم واقول انا النهارده ذاكرت كام ساعه. يعني انا بدات الساعه 1 خلصت الساعه 3، اكتب من 1 ل 3. خدت راحه ربع ساعه، اكتب ان انا بدات من 3 وربع لحد الساعه وليكن 5. المهم ان انت تعمل اي حاجه تحفزك، تقلل عدد ساعات يومك وتزود ايه؟ تزود عدد ساعات مذاكرتك. ده كله اللي انا طالبه منك. الحاجه التانية ان انت حاول تركز على الحاجات اللي انت حاسس ان انت واقع فيها في كل ماده وتبدا تنجزها. وليكن ان في ناس عندها مواد كتيره كويسه فيها جدا بس في ماده مزرجنه معاها، لازم تعمل فوكس الفتره دي على الماده دي، لان الماده دي هي اللي ممكن توقعك عن حلمك او تنقصك درجات تفرق بعد كده في حلمك ان شاء الله. فكل اللي انا طالبه منك ان انت تشوف ايه الحاجه اللي انت واقعه منك بشكل كبير الفتره دي وتنجزها، بجانب المراجعات اللي الاساتذه شغالين فيها. ده كل اللي انا اقدر اقوله لك. غير كده مفيش اي مشكله، انت راجل بتذاكر بتحل بتراجع مع مدرسك، ما بتاثرش ما بتضيعش وقتك خلاص. وفي الاول والاخر اوعى تنسى صلاتك لان دي اهم حاجه. طب يا مستر علشان اجهز بشكل كبير جوه اللجنه، في واحد يقول لي يا مستر انا خايف اصلا جوه اللجنه اتدربك ما اعرفش احل. اللي هيخليك ثابت على موقفك في الحل وان انت تكسر خوفك ده، هو كده كده انت هتبقى خايف، بس عشان تكسر خوفك شويه حلك بالورقه والقلم ومذاكرتك بالورقه والقلم. لو انت ما عملتش ده الفتره دي هتخاف جوه اللجنه. علشان تبقى جوه اللجنه راجل ثابت تحل بالورقه والقلم وتذاكر بالورقه والقلم، وما تقوليش يا مستر انا ما بعملش كده علشان اوفر وقت. لا كده انت هتيجي على نفسك. تمام يا رجاله، ربنا يوفقكم والسلام عليكم ورحمه الله.